بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما كانش عندي اي نيه صراحه تشوفوني بالمنظر ده، بس خارج من اسبوعين تربيه عسكريه ما اتمناهمش الالد اعدائي، بس الموضوع مهم جدا جدا، مصلحتكم فعلا تهمني، فانا لازم اعمل لكم الفيديو ده هيوفر عليك سنين كتير جدا جدا. عايزك قبل ما تسمع الفيديو ده لازم تعرف الحياه، سواء جبت اي مجموع في الثانويه العامه من 50% ل 100%، هقول لك الكلمه ده تفهمها كمان شويه لما تنزل ارض الواقع شويه. انت متاخر حتى لو عامل كل اللي عليك. في حاجات كتير مهمه لازم تعرفها في الوقت ده. لو ما تعرفنيش فانا في اخر سنه دلوقتي في كليه هندسه، هقول لك حاجات النهارده لو انا كنت مكانك كنت هعملها 100%. انت هتخليني اوفر وقت كتير، اسبق ناس كتير، بس احنا واحد يعني، فمش هستخسر فيكم المعلومات دي. هقول لك بس اتمنى تاخد المعلومات دي محمل الجد، تمشي على الكلام ده. هيفرق معاك جدا 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 جدا. ملخص لك شويه حاجات كده مهمه جدا جدا في السلايد اللي انت شايفه قدامك ده. ملخص لك فيه اهم الحاجات اللي لازم تعرفها دلوقتي. تعال نشوف اول سلايد انت شايفه قدامك ده. لازم تحمد ربنا. يعني ايه لازم تحمد ربنا؟ يعني ايا كانت درجتك، ايا كان انت عملت ايه، ايا كانت الدرجه اللي انت جبتها، لازم تحمد ربنا. تحمد ربنا ازاي؟ تحمد ربنا انك تكون راضي من جواك جدا ومقتنع ان ده الخير ليك. نقطه دينك بقى، انا عارف في ثانويه عامه السنه دي بالذات اكتر سنه انت كنت متدين فيها وقريب جدا جدا من ربنا، وبالذات الشهر بتاع الامتحانات ده. اتمنى تكمل علاقتك مع ربنا زي ما انت كنت عاملها في اخر شهر ده. يعني حاول ما تخليش ربنا وقت الازمات، هتلاقي كرم كتير جدا جدا من ربنا. طب تاني سلايد نخش عليه. تعال نمسك الموضوع من ناحيه 3 حاجات كده، 3 اسئله محتاج اسالهم لك. اول حاجه محتاجك تقول لي ربنا حكيم ولا لا؟ انت لو قلت لا كفرت. معنى حكيم يعني ايه؟ الذي يضع الاشياء في مواضعها الصحيح. يبقى ربنا هو شايفك في احسن مكان ليك، هو حطك في احسن مكان ليك. سواء سيبك من مجهودك بقى، انت ما تفكرش اللي انت بتعمله ده بتلاقيه. الاقدار دي مكتوبه من قبل ما انت تيجي في الدنيا. انت مكتوب اصلا في شخص هيجي في سنه، سواء تاريخ ميلادك 2007 او 2000 وكام، وفي 2025 الثانويه العامه بتاعته وهيبقى كذا. انت بقى مجهودك زاد شويه قل شويه، انت مستقبلك موجود ده من زمان اصلا. انت مستقبلك موجود من قبل ما تتولد، خليك مقتنع بكده. وانت الحياه اللي انت ماشيها دي ربنا كاتبها لك. فانت لو سخطت وما كنتش راضي على تدابير ربنا ليك يبقى انت كده بتكفر. تاني سؤال، ربنا رحيم ولا لا؟ لو قلت لا يبقى انت كده كفرت. لو قلت يبقى خليك عارف ان من رحمه ربنا انه حطك في المكان ده. ربنا ارحم بيك من نفسك. عايزك تبقى عارف كده. طيب اخر سؤال، ربنا ودود ولا لا؟ ممكن يكون حكيم ورحيم بس ما يكونش ودود. لو قلت لا كفرت. لو قلت فمن الود انه دايما يختار لك الخير. ربنا دايما يختار لك الخير. وخليك عارف لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. يعني ايه؟ لو انت السيناريو اللي انت كنت شايفه ومخططه لنفسك شايف ان ده احسن سيناريو وشايف دي الحياه الوارد ليك، والله لو كنت اطلعت على الغيب، لو الحياه زي ما انت كنت عايزها تمشي مشيت، الغيب بقى اللي كان هيحصل كنت تختار الواقع، مستحيل كنت تختاره. فخليك عارف ان كل اللي حصل ده هو الخير ليك. انت بص، والله لو جبت 50%، انت مش عارف المستقبل. بص افهمك حاجه من الاخر. هي ليه كليه الطب من 99%؟ خلينا واقعيين شويه. احنا بنتعلم كل ده ليه؟ يعني انت لو قعدت مع نفسك كده 5 دقايق هتفهمها. احنا بنتعلم كل ده ليه؟ من الاخر هو اجابه واضحه، كلمه واحده بس كده واضحه في الاخر كده. الكلمه دي بتقول لي ايه؟ عشان الفلوس بس. طب ليه كليه الطب والهندسه بتاخد من اعلى التقديرات؟ علشان المفروض ان شغلها بعد ما نتخرج واضح وفي فلوس كويسه، فعشان كده بتاخد من المجموع العالي ده. يعني مثلا زي لو كليه اداب وتربيه، اللي بيتخرج منها بيلاقي وظيفه على طول وبيقبض مثلا 50,000 في الشهر. هل هتبقى هل هتاخد من المجموع بتاعها ده وهتلاقي محدش عايزها؟ مستحيل. فانت عرفت القصه ليه؟ احنا كلنا بنجري وبنتعب وبتعمل كل ده عشان ايه؟ علشان نوصل للفلوس. لو كليه الطب دي ملهاش شغل مضمون ومثلا رواتبها 3 4000 جنيه، والله ما حد داخلها، ما حدش هيدخلها. يعني ما حدش هيبقى حلم واقول لك خش كليه الطب عشان ادرس جسم الانسان. كل العلوم التانية علوم تحترم، يعني سواء حقوق سواء ترجمه، كل العلوم دي ده علم. بس الفرق ان طب السوق طالبها. انت فاهم قصدي؟ فالشطاره في انك تعمل فلوس. انت ممكن 50% تكون دماغك بتعرف تعمل فلوس من الهوا، هتبقى انجح بكتير جدا في حياتك. فانت لو فهمت الكونسيبت ده مش هتتعب. خلاص بقى فكر في الواقع اللي انت فيه. بص، الانجليزي انا حاليا مش اللي هو الخبير في الانجليزي صراحه، بس عندي اساسيات كويسه جدا جدا جدا. اعرف افهم، اعرف اسمع، وده كله من الممارسه في ال4 سنين، اللي هو بسمع فيديوز، تعرضت لفيديوز شرح بالانجليزي، قريت مقالات كتير بالانجليزي. فالموضوع
من اللاوعي كده فرق معايا، لكن انا ما قعدتش خدت كورس. بس لو رجع بقى الزمن وكنت في مكانك، انا هستغل الشهرين اللي قدامي دول للانجليزي بس. الانجليزي ده هيفتح لك مجالات ما تقدرش تعدها. اولا كده، انت السوق بتاعك لو انت اتعلمت اي مهاره، بدل ما تكون المهاره دي مستهدف فيها الوطن العربي واللي بيتكلموا عربي بس، لا، انت هتبقى مستهدف فيها العالم كله. ممكن تشتغل مع اي حد في العالم. ممكن لو اتعلمت اي مهاره تقدر تستهدف حد في اوروبا، تقدر تستهدف حد في امريكا. فانت بتوسع نطاق الشغل بتاعك وبتوسع نطاق الفرص بتاعتك. المصادر التعلم اللي انت بتتعلم منها، لو انت اتعلمت انجليزي، خلينا نكون متفقين، اي محتوى دلوقتي العرب اصلا، يعني لو حد بيشرح محتوى بالعربي بيكون المصدر بتاع المذاكره بتاعته اجنبي. فاي علم دلوقتي اصله انجليزي. فانت التعلم بتاعك هيبقى تعرف تتعلم المصادر الانجليزيه، لا المصادر الموثوقه، سواء بقى في مجال تكنولوجي، سواء بقى في مجال طبي، سواء في اي مجال. الانجليزي ده هيفرق معاك. هتدخل الجامعه 70% من الجامعات كل دراستها بالانجليزي. فاهم حاجه اقعد بقى الانجليزي. مش هقول لك مصدر معين تتعلم منه، بس في مصادر كتير، شوف انت تختار ايه وخليك معاه. التكنولوجيا والاي اي، تعالى بقى في مجالنا بقى. اكيد 100% بتسمع وسمعت عن الاي اي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والدنيا دي كلها. يعني بالمناسبه ده مجال دراستي. عايز اقول لك حاجه، ان بقابل في الكورسات لو احنا مثلا 10 طلاب في الكورس، عايز اقول لك ان ممكن بالكتير أربعة بس اللي مجال دراستهم هندسه او حاسبات. في 6 يعني اكتر من 50% مجال دراستهم بعيد جدا جدا عن المجال بتاعنا. ناس عشان شايفها سوق العمل رايح للمجال ده، والمجال ده بيكبر وفيه فرص كتير جدا جدا، فناس كتير جدا بتحاول تتعلم. فانا عاوزك في الاجازه، مش هقول لك اتعلم كل المجالات دي، انا عندك جايب لك دلوقتي اهم 4 مجالات: البرمجه وتحليل البيانات، الويب، الامن السيبراني. هفهمك كل حاجه بسرعه، هديك كلمه بس كده. بس انت خد كل كلمه حطها لشات جي بي تي، حطها في اي مكان في العالم، هيطلع لك الموضوع كله. شوف انت حابب ايه. البرمجه دي لو انت في الصيف كده، لو انت في الشهرين دول انا بكلمك، لو انت في الشهرين دول عايز تعرف تتعلم شويه حاجات من البرمجه، خش في البرمجه بشكل عام. دي بتكلم عن الاساسيات بتاعتها. تدرس لغه برمجه بالاساسيات، دماغك هتكبر. لو انت كان مجال كليتك حاجه في المجال التقني ده، حاجه في مجال التكنولوجي، هتفرق معاك جدا جدا وهتخليك متميز وسط زمايلك. تدرس بقى، سواء تدرس جافا سكريبت، سواء سي شارب، سواء سي بلس بلس، كل دي لغات برمجه. ابحث بس عن اي لغه لو انت عايز تدرسها. الثلاث 4 شهور دول هينقلوا مستواك جدا جدا في اللغه دي، وهيفتحوا مداركك وهيحطوك على الطريق. طيب تحليل البيانات، المجال ده انتشر مؤخرا، اسمه داتا اناليسيز. زي ما قلت لك على السريع، هقول لك حط العنوان في شات جي بي تي هيشرح لك الموضوع ده. تطوير الويب ده اللي انا فيه اصلا. من الاخر كده، هو الشخص اللي بيعمل ويب سايت، سواء بتعمل اي ويب سايت بتدخله، تطوير الويب ده عباره عن حاجتين: فرونت اند وباك اند. ممكن سمعت الكلام ده كتير، فمش عايز اتعمق يعني. المهم ده اللي بيعمل ايه اي ويب سايت. في مجال تاني زي موبايل ديفلوبمنت، بس مش عايز اصدع دماغك بالكلام ده عشان لو محدش مهتم بيه. اخر مجال ده سايبر سيكيورتي. لو حد برضو مهتم بالسايبر سيكيورتي وكده، فايه، لو حد حابب يبقى يدخل في المجال ده، انا جايب لك 4 عناوين تقدر تبحث عنهم وتقدر تبحث بيهم جنب الانجليزي. يبقى دي، بص، لو انت خدت اي مجال من دول جنب الانجليزي، يبقى الاجازه دي هتستثمرها احسن استثمار. هطلع لك بعد الامتحانات تقريبا باسبوعين 3 اهوت، فانت خدت ريست كويس. عارف انا الطاقه اللي بتيجي بقى في الوقت ده، انت عايز تكسر الدنيا، فكسر الدنيا في الحاجات المفيده دي. بعد كده حاجه مهمه جدا 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 جدا، القراءه والصبر والديجيتال. هفهمك كل حاجه. العالم اللي احنا فيه ما عادش فيه صبر، وبقى فيه كسل رهيب. يعني مثلا لو انت الواحد ما عادش قادر يسمع فيديو اصلا 10 دقايق، بقيت بتسكيب، بقيت تقدمه من كتر المحتوى الريلز اللي بقينا بنسمعه، من كتر المحتوى السريع. الدنيا كلها بقى بتجري حوالينا، بقى فيه كسل رهيب وما عادش فيه صبر على المعلومه. فالقراءه دي هترجعك تاني بقى انك تقدر تستحمل وتصبر وتعرف المعلومه وتاخدها بالراحه كده، علشان الكلام ده انت محتاجه في الجامعه والمذاكره. الجامعه ما فيهاش الجري ده، يعني مش هتبقى زي الدروس بقى اللي كنت بتاخدها تحفظ كلمتين. لا، ده انت محتاج صبر رهيب ومذاكره رهيبه، وهيبقى فيه مراجع كتير بتذاكر منها. فانت لازم يبقى عندك شويه صبر تاني. فانت هتقرا، مش هقول لك تقرا ايه، هتقرا في اي مجال انت حابه. يعني مش هرشح لك كتاب عشان ممكن تكونش مهتم بالمجال اللي انا هقوله، سواء بقى انت. وانصحك لو انت مثلا بتذاكر برمجه، شوف كتب في البرمجه اقرا عنها. لو انت مثلا بتذاكر عايز تدخل كليه حقوق، شوف كتب في القانون اقرا فيها. لو انت بتذاكر عايز تدخل طب، تدخل اي حاجه في الميديكال كور، شوف اي كتاب طبي اقراه. المهم تقرا. القراءه هتنمي فيك مهارات، اهمها مهاره الصبر على المعلومه، ويبقى عندك ضمير وانت بتاخد المعلومه. يبقى كده
انت قرات وكده صبرت. طب ايه الديجيتال بقى؟ حاول بقدر الامكان يكون القراءه على حاجه ديجيتال، يعني على تابلت، على لابتوب، على موبايل، علشان ممكن انتوا داخلين على مرحله الجامعه. مرحله الجامعه بقى نادرا ان في كتب ورقيه. انت ممكن متعود بقى في الدروس على ملخصات، على مذكرات، على كل حاجه ورقيه بتذاكر منها. فعايزك تكون داخل متعود على مرحله الجامعه، هيبقى كل الكتب بديفات قدامك. فعايزك تكون متعود وانت بتقرا، مثلا لو نزلت كتاب PDF بتقراه على مثلا على اللابتوب عندك او على التابلت، فتعمل بقى تاخد ملاحظاتك، تعرف اصلا الPDF ده شغال ازاي، عشان ما يكونش الموضوع غريب عليك في الجامعه. دي الحاجات اللي كنت عاوز اقولها. اتمنى يا رب تستفادوا، وهاكد على اهم نقطه تاني: لازم ترضى، لازم ترضى. وصدقني لو رضيت هتلاقي كل خير. بص والله مهما كان مجموعك انت مش عارف الخير فين. وانا قدامي في في الحياه الواقعيه عندي قصص كتير جدا جدا جدا، ما اقدرش يعني مش هقدر اعدها لك، لناس اصلا كان في ثانويه عامه برضه ومجموعهم ما يدلش ان الشخص ده في حاجه في حياته تيجي تبقى حلوه، ولكن الشخص ده امن بنفسه وامن بقدراته. انت خلاص ادي للزعل وقته، واعتقد الزعل خد وقته. ماشي، انت ازعل بس ارضى، يعني خلي فيه رضا من جواك، والحمد لله تبقى جواك ومصدق كده. في حاجه مهمه جدا جدا عايز اقولها قبل ما اعمل الفيديو ده. في فيديو ضايقني جدا عايز اشارككم فيه برضو. الشخصين دول انا كنت تابعهم، تقريبا اسمه اسلام واتجوز اسرائيلي. كنت متابعهم، قصتهم تعرفوا تقريبا على التيك توك واتجوزوا كده. فكانت قصه ملهمه ان اتنين لسه بيدرسوا اتجوزوا بسهوله يعني، وهم لسه في التعليم وكده. فقلت ده حاجه حلوه، الناس بتشجع على الخير بقى والجواز ومش مصعبين الدنيا وكده. فبداوا يعملوا كونتنت على اليوتيوب. بما اني كنت متابع قصتهم فمن الفضول كنت بدخل اسمع. فشفت الفيديو ده بتاع حقوق المرأة والفيمينيزم ده. الفيديو ده كارثة. الفيديو ده لو في بنات كتير، الفيديو ده المفروض يعني بص ده منتهك حقوق المجتمع. هي بتقول عرض بيانات مشاكل البنات في المجتمع، ده انتهاك حقوق المجتمع. الكلام ده لما يجي من حد مسلم تبقى كارثة. وما تقوليش. وكانت بتقول في فيديو مش مهم رأي حد، لا، لما تتكلمي على الملأ، لما الكلام ده يطلع للبنات ويطلع للناس ويبقى الكلام ان بابليك، لا يبقى لازم نتكلم. الخلاصه عشان لو ما حدش شاف الفيديو، واتمنى ما حدش يشوف الفيديو ده، بتتكلم عن الحجاب مش فرض، الحجاب مش ضروري، البنت لازم تبقى كذا، البنت تنزل في اي وقت، البنت تنزل تبات، ممكن تبات في الشارع، البنت ممكن تعمل كل من الاخر. هي بتقول البنت زي الراجل بالظبط. والايه بتاعت ليس الذكر كالانثى، وتقول ما حدش يقول لي ليس الذكر كالانثى. هو انا حد مين يا بنتي؟ ده ربنا اللي بيقول ليس الذكر كالانثى. اللي معصبني بقى من الموضوع ده كله ان في ذكر جنبها، يعني ان في ذكر جنبها، ذكر. انا ده مش عارف هو ده ايه، ده ايه ده، ايه ده، ايه ده. والله عصبوني. محدش يضيع وقته في الساعة ونص دول. كان معاكم اخوكم احمد فكري. لو احتجتوا حاجة مني هتلاقوني معاكم ان شاء الله، اكون معاكم في الايام اللي جاية دي. ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب بتاع اليوتيوب ده. يلا اشوفكم فيديو جديد. سلام.